هلا يا جماعة الخير. قبل كم يوم نزلت ستوري بالانستغرام مالتي على شرك. جتني هواية طلبات انه ناس تعرف شلون يسووا، فقررت اليوم اسويه لكم بالتفاصيل. فابقوا وياي نشوف الطحين وين. هذا نص كيلو طحين راح استخدم. اوكي، نجي نفتحها ونخليه بهاي الطاسة. اخذ كيس خميرة اللي هو 7 غرام خميرة واصبه فوقه، ماكو داعي تخلوه بمي وما اعرف شنو، اسرع هيجي. هذا انستنت ايست 12% او 60 غرام شكر نقيسها. خاشوقتين 3 وهاي تقريبا 4 خواشيق كبار. نجي نضيفها فوق الطحين والخميرة. بالنسبة للشكر أنا خليت 12%. انتوا اذا تريدون شوية حلو اكثر ماكو مشكلة، بس نصيحة انه لا تخلونه هواية لانه عندنا عطر راح نخليه بعدين بالنهاية على هذا، وهذا نبيه شكر، فحتى تصير كلش حلوة. فقرة مهمة، ملح، لازم اكو ملح بالموضوع. ملح خاشوقة صغيرة اجي واخليها وياهم. هسه المواد الجافة خلصت عندنا، نجي نحضر السوائل مال العجينة. ملعقة صغيرة ينسون نخليها بالكوب. عندي نجمتين ينسون هم نخليها بالكوب. مي فاير ونخلي بحدود 250 مل اللي هي كوب كامل. اوكي، نخوطه شوية. وهذا شاي اليانسون جاهز، خليه على صفحة حتى تنزل حرارته شوية حتى لا يحرق لنا الخميرة. 70 غرام زبد ناخذها ونموعها بالمايكروويف. يا الله. اوكي، نصيحة، الزبد لا هواية تخليه بالمايكروويف لانه يحترق. شوف انا هسه بعد بي مجال، شوف هاي القطعة جوه بس اسوي له هيك شوية وعلى حرارته هسه يذوب يموع زين حتى لا يفقد الطعم. اوكي، وهسه نجيب الطحين ونخلط المواد اليابسة والجافة قبل ما نخلي السوائل. نبدي بالبداية نخلي الزبد، نجيب مصفي وننزل شاي اليانسون على الخليط. حان الآن وقت الجد. نقعد نعجن. طبعا تقدرون تلبسون شو اسمه جفوف كيفكم، بس هي النتيجة واحدة. الأحسن أن تشتغلون بيدكم حتى تحسون بالعجينة. طبعا هسه السوائل دافية مو كلش حارة، يعني بحدود تقريبا بيجوز فد 35 درجة أقل 36 أو أكثر 36 والله يمكن هيك الشيء. زين، هذا نحتاج نعجنه لمدة 10 دقائق على ما تتماسك كلها. ورا ما خلطت المواد هسه بعد لازم ننزلها على البنش ونعجنها بعد أكثر. فنجيب البنش نقلبها هيجي. اوكي، ونبدي نعجن بيها بالمواد بهالطريقة هاي. تلف على نفسها وترجعها، تلف على نفسها وترجعها، ستريتش ورجع، ستريتش ورجع. هاي هالحركة لمدة 10 دقائق لحد ما نحصل على عجينة حريرية. فكرة انه ما نخلي هواية عجن بيها الشغلة حتى تعطي مجال انه ينتفش ويصير عندنا جلوتين بي نقدر نشتغل بعدين ونمط بيه. اوكي، فنشوفكم بعد 10 دقائق حتى لا نطول عليكم. اوكي، عجينة الشرك تحتاج، هي يعني خلينا نقول بريوش ستايل، فتحتاج زبد. الزبد لازم ندخله ويا وقت العجن، فراح اخلي الزبد، راح اوريكم شلون الزبد يدخل ويا الهاي بريوش عادي. ندخله هيجي ونطبق العجينة عليه. طبعا هاي بداية خلينا نقول سواية هذا، هم لازم نعجن بعد نطبقها هيك مثل الظرف. زين، وهسه نبدي نعجنها. هاي العملية مرتين نكررها، نخلي الزبد بالموضوع ونحاول
نعشقه، لا تخافون، هو راح يطلع ويليص عادي، كلش عادي. شويه شويه نرجعه مره الاخرى، اذا طلع نرجعه. زين، نعجنه بالايد شويه يليص وياكم يوسخ وهذا، بس بعدين عادي هو كل العجين يسحب الزبد. شلون تعرفون خلاص؟ لما العجين ما يبقى بعد عندكم على البنش ولا شويه زبد. زين، وراها نخليها ترتاح شويه. شوفوا شلون صارت، شلون حلوه. زين، وشربت كل الزبد الموجود كان على البنش، نظف البنش مالتنا. طبعا نكرر فقرة الزبد حتى يعطينا هشاشة أكثر، وهيك العجينة تصير عندنا قطنية. اوكي، نجي نفرشها هيجي. والمرحلة الثانية هم نجيب بعد زبد، يعني زبد هالمرة كل مرة تقريبا بحدود 25 غرام زبد، يعني كلها في 50 غرام زبد. زين، فنطبقها مثل ما سوينا قبلها، هم هيجي وهيجي ومثل الظرف على نفسها وهيجي. وهم نعجن مرة الأخرى، هم فات 5 دقائق على ما تشرب العجينة الزبد. شو بدا يطلع. نرجعها مرة الأخرى. جو حار طبعا، المفروض جو شوية بارد حتى لا الزبد كل شيء يسيح، بس مو مشكلة، هي احنا بدنا نسوي كواسون. هاي شوف شلون صارت سوفت، كلش سوفت، هذه الاصابع توصل للقاع. زين، فناخذها نلفها على نفسها ونخليها ترتاح لمدة ساعة او نص ساعة. ورا ساعة هاي النتيجة، يعني دبل بالسايز، جاهزة للشغل. نجي نقلبها على البنش. زين، والفكرة انه نسوي حية كبيرة طويلة بهاي العجينة، شوية شوية، طريقة هيك تبدو من الوسط وللسايد وتشيلوها ترجعوها. طبعا تحتاجون ميز كلش كبير، بنش كبير، لانه هاي طوله راح يصير بطولي اذا مو اطول. هو على كيفكم، مو ضغط قوي، ما يستوجب ضغط قوي ولا اي شيء. بدون من الوسط تفرشون. صارت عندي هسه متر تقريبا طولها. يا الله عليه. راح تطول عندكم كلش طويله راح تصير. هاي العجينه ميزتها اللاستيك، كلش اللاستيك. اذا طويله كلش صارت عليكم بنش ما يكفي، نخليها هيك من السايد، نخليها تدندل من الصفح، هي بوزنها راح تطول نفسها. اذا صار قطع عندكم او شيء مو مشكله، مو فد شيء، هاي عادي تجيبوها مره الاخرى تلموها على صفح هيك ترجعوها لنفس القياس وتبرموها من جديد. زين عيني. اوكي، نجيب صينيه مال فرن، نخلي عليه ورق، وهاي الثانيه تحترق. وهسه نجي نلفها على روحها. شوي يجوز تعذبكم ويجوز تنقطع ويجوز تضوجكم وعشنو، اوكي مو مشكله، اذا انقطعت عندكم كملوا. شويه صفار بيض راح نخلي عليها، او بيضه كامله بس على الوجه. هذه هنا كشمش،
اللي يحب الكشمش يقدر يخلي الكشمش، مو مشكلة. اذا ما تحبوه بدونه هم اوكي، بس هيك على مود الشكل او على مود الطعم. هاي الفتحات اللي بين العجين. زين صفطه كله. شوية سمسم محمص عندي هنا، راح اخليه اضيفه عليها. اوكي غطيها خليها على صفحة بمكان بالمطبخ. نجي هسه نفتح الفرن مالتنا بين ما نحضر العطر. درجة الحرارة 200 والفوق والجوة، وخليت الرف الوسط، فانتظر على ما يخلص الفرن يحمى. يلا نقدر ندخل العجين بعدين. من النظافة اهم شيء، ننظف الميز قبل ما نبلش بالشيرة. كوب شكر، ملعقة صغيرة ينسون، حفنة نجمات اليانسون، شريحة ليمون، كوب مي بارد. ناخذها ونخليها على الستوف. نار عالية متوسطة كيفكم. الخاشوقة وين خاشوقة راحت؟ هي يعني خوطة شوية حتى الشكر لا يلزق بالقاع. نحاول نذوبه بالمي. اوكي شيرتنا خلصت ورا 10 دقائق. نطفيها ونخليها على صفحة خل تبرد شوية. بين ما صارت الشيرة هسه عندنا الفرن مضبوط على 200 فوق وجوه، وعندنا الخميرة مالتنا شوفوها شلون صارت. راح تطلع من الاناء اللي بيه هي، تشوفون شلون؟ وصارت كلش خفيفة. هسه راح ناخذها وندخلها ونراقبها، لا تخلوها تحترق من فوق. اوكي هاي ونسدها. يا جماعة الخير حان الوقت، والريحة ما احكي لكم رهيبة. نفتح هذا، دير بالكم على وجهكم، خلي شوي الحرارة تطلع. وهذا الشرك مالتنا شوفوا شلونه، ما شاء الله ما شاء الله. خفة ما احكي لكم، الريحة بعد اطيب. هخليه هنا شوية يبرد، طي مجال زين، وبعدين راح نقصه شوية ونخلي فوقها العطر حتى يطي اللمعة اللي دريتها. وما احكي لكم سكينة شوفوا شلونها عباك دا ادخل بحرير. هسه نجي نخلي الشيرة مالتنا على الشرك. حان وقت التذوق. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بعدها حارة، اني جوعان ما انطي مجال. شوفوا باع منا والله ابو الكاميرا عيني، بس تعال من هالصفحة الثانية. اي هسه عشت ايدك. شوف القطن، شوف النتيجة. شوف باع شوف العجينة شلون صايرة. بس تقول لك تعال كلني. اجرها كلها اقدر، بس عيب حرامات، قطعة فنية. بعد ما اتحمل، بس شاي ماكو، ما اعرف شو اسوي. اويلي المرة ما راح اذبها لان كلش طيبة، ما اريد اذبها. طعم خيالي ومكانكم خالي. اشوفكم بالحلقات الجاية ان شاء الله.